حاجة فعلا فرقت معايا، خلتني اهدى كتير جدا جدا. بطلت اقول لربنا لا مش عاوزة دي، بطلت اقوله ليه انا، اشمعنى انا. استسلمت. تعالي نقول ان الحياة هي حلبة كبيرة جدا جدا جدا، هننزل نقابل فيها اسود. اوكي، كل لعيب نازل مؤهل جدا للمصيبة اللي هنديها له. هو مش خلقك في الدنيا عشان يعذبك، اللي احنا عارفينه متأكدين منه انه بيحبك، انه رحيم بيكي. فهو ما بينزلكيش في حتة انت هتخسري فيها، هو بيديكي تولز ويقولك انزلي المعركة. فلانة معاها تولز تانية، ادوات تانية تنزل بيها معركتها هي. انت ساعات تستغبي وتستخدمي الطول الغلط، او ساعات تستعمي وما تشوفيش قد ايه هو كان مديكي اداة مهمة ونقطة قوة فيكي انت ما كنتيش عارفاها فما استخدمتيهاش. وساعات في ناس بتنزل سوبر باورد، معاها شطة ادوات وشوية تالنتس ومواهب كتيرة جدا. دول هتلاقيهم اكتر ناس بيدعكوا في الحياة. هو الفير، العدل، ان انت تقابلي تحديات على قد مؤهلاتك. لو بتفكري في العدل يبقى ده العدل. فهو سبحان الله مدي لحد مؤهلات عالية جدا، كشخصية، كأسلوب، كعلم، كذكاء، كقدرة على ان هي تعمل علاقات، كسرعة في اتخاذ القرارات. فطبيعي دي اللي جيلها التحديات الاكتر. ده اقنعني اني افهم يعني ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو بيكلفك وسعك، ما بيظلمكيش. وده اللي رجع فهمني انه life is not fair، الحياة ليست عادلة، بس ربنا عادل. مش كل الناس متقسم عليها المشاكل زي بعض، بس مش كل الناس متقسم عليها النعم زي بعض. مش كل الناس بتاخد رحمة ربنا قد بعض. مش كل الناس هتاخد نعيم ربنا في الاخر زي بعض، علشان هو عدل. فلما ينزلك الحلبة او ينزلك السباق انت وغيرك وغيرك ويقول لكم يلا ابدأوا وتعالوا بقى في الآخرة، تعالوا لي في آخر الرحلة، ما تقفيش كتير تعطلي نفسك بإنك تدبدبي في الأرض وتقولي لا أنا السباق ده مش عاجبني، لا أنا التحدي ده مش بتاعي. عشان انت لو فضلتي تدبدبي برجلك من هنا لبكرة الصبح مفيش أي حاجة هتتغير. كل الأفكار اللي بتجيلك أفكار عجز، إنه لو المصيبة جت أنا هعجز، لو المصيبة جت أنا هتألم، لو المصيبة جت أنا أقول لها لا ما تجيش يا مصيبة. مش هينفع اقول لها لا ما تجيش يا مصيبه، بعد الشر طبعا، ربنا يحميكم كلكم من المصايب. بس لو هي مقدره لك هتيجي. هتقعدي تضيعي نص عمرك في انك مش راضيه تصدقي ان ده حصل لك، هتعطلي، هتستنزفي. عارفه ليه؟ عشان انتي مش بس بتواجهي المشكله، بتواجهي الناس الوحشه، انتي كمان بتواجهي القدر، بتبوظي علاقتك بربنا اللي هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تنجزك في المصيبة اللي انت فيها. بتعندي نفسك، بتعجزيها. حاضر، انا اتعلمت اقول حاضر. هي العلاقة ايه؟ ربنا فوق وانت تحت ايه؟ عبد مستسلم بيقول حاضر، متأكد وعارف ان ربه رحيم مش هيضيعه، متأكد وعارف انه مش خالقنا يعذبنا، ده خالقنا يرحمنا. زي ما بتبصي على الناس المرفهة اللي ما حصلهاش اي مشاكل، تعالي بصي على الناس اللي غرقانة مشاكل اكتر منك بكتير. بس سبحان الله انتي عديتي، انتي قدرتي تقفي على رجلك، انتي طلعتي لقدام. فالدبدبة دي والوايننج، انا عندي لوحة حطها قدامي كاتبه عليها ستوب وايننج. تقعديش تزمزقي بقى وتدبدبي في الارض زي العيال. قولي حاضر، انا فعلا عندي قدرات ربنا مديهاني عشان اعدي، انا هقدر، ربنا هيقدرني مش هيضيعني. وعرفت بقى لما عدى 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة على ناس معينين، انا كنت بقول هما ليه حياتهم سهلة قوي كده، قوي قوي. والله مش حقد ولا حسد ليهم، بس كنت ساعات بقعد افكر وانا عيلة ليه حياتهم هما سهلة وانا حياتي فيها مشاكل. مش هو ربنا عدل؟ النهاردة لما بشوفهم بعد 20 و30 سنة وبشوفهم، بشوف ان انا كنت هبلة قوي قوي، عشان هو سبحان الله قدر ان مصايبهم تيجي في الاخر. انا مصايبي جت في الاول فتشرست، شفت، بقيت عارفه اعمل ايه، بقيت عارفه اتصرف ازاي شويه شويه، مش كتير برضو. انما هما حبايبي عاشوا طول حياتهم ضوافرهم مقصوصه، بيدخلوش تحديات، مشاكلهم بسيطه ورقيقه
فهم حبايبي ثراشولد البين او يعني ما قدرتهم على تحمل الوجع قد كده. فلما بتجيلهم المصايب وهم كبار والله حقيقي بيلوصوا. انتي بتبصي على الرحلة في الكام سنة اللي انتي فيهم، بيبقى قصر نظر. وانتي مش خالق الكون، مش عارفة اللي هيحصل في كل رحلتك، لا عارفة هتعيشي كام سنة ولا عارفة لسه هتقابلي ايه. فاللي جاي قبليه بصدر مفتوح، لانه مفيش حاجة مكتوب تحصل لك هتقدري تمنعيها انها تحصل لك. هتحصل لك، مش مطلوب منك تنتصري. اوعي تفتكري ان الامتحان ان ربنا يجيب لك مشاكل ويقولك انتصري. امتحان انه يجيب لك مشاكل ويقولك ها هتصبري، هتحمديه، هترضي، هتظلمي. طب اللي انا اديتهولك هتحكمي فيه بالعدل؟ طب هتدوسي ناس في طريقك عشان توصلي؟ واحنا فاكرين ان الوحش بس امتحان. الحقيقة ان كل حاجة كويسة بتحصل في يومك امتحان. تستغليها ازاي؟ هتفني عمرك في ايه؟ هتحمدي ربنا ولا لا؟ ست الجميلة قد تكوني انت شايفاها نعمة مش عندك ان هي جميلة، الحقيقة ان النعمة دي بالنسبة لها امتحان هي بتمتحن فيه كل يوم. جمالها ده بيحطها في مشاكل كتير قوي انتي مش عارفاها. قصر النظر ان انا فاكرة ان كل المشاكل الكون بيدور حواليا، انا كل المشاكل عندي انا. لا، انا ما عشتش مشاكل الاخرين، انا ما طلعتش الرحلة بتاعتهم، انا ما ركبتش القطر ومشيت طريقها، قعدت على كرسيها كده ومشيت رحلتها. فحتى نعمها سبحان الله بالنسبة لها هي وسائل امتحان. هو بينزلنا الارض ويحكم في خلقه. مش من حق اسأله ليه عملت كذا يا رب، مش من حق. ولا من حقي على فكرة اقعد ساعات في ناس تقعد تصفصط في حاجات وتقول طب ليه ربنا عمل كده؟ هتضيعي وقتك في ليه ومش هتوصلي الإجابة. غالبا انت اللي هتخترعي لنفسك إجابة عشان تتكيفي معاها وتعيشي حياتك. انا ضيع وقتي في ليه؟ هي ليه مش بتاعتي؟ انا هنا مين؟ هل انا هنا ليا الصلاحيات اقول ليه؟ هل انا ليا الصلاحيات اقول له لا عاوزة ده ولا مش عاوزة ده؟ لا، انا هنا عبد، ماليش الصلاحيات اقول ليه. ليا الصلاحيات اقول ساعدني، ليا الصلاحيات اقول لطفك يا رب احميني من ان يحصل لي حاجة وحشة، قويني، ملكك مش هتظلمني، ما ظلمتنيش. واليقين بتاع انه ما ظلمنيش ومش هيظلمني ما جاليش بسرعة، بس مع الوقت اتفرجي كتير على اللي بيحصل حواليكي في الدنيا، على العبر لاخرها، هتلاقيه مش هيظلمك، ما ظلمكيش في اللي فات. اتفرجي على عالم الحيوان. بحب قوي لما تكون عندي مشكلة كبيرة بفتح ناشونال جيوغرافيك واقعد اتفرج على حياة الاسود مثلا، الغزالة. لو اتفرجتي على حياتهم تلاقي ان حياتهم كل يوم فيها مشاكل. كل يوم الاسد عنده مشكلة والغزالة عندها مشكلة، كل يوم صاحيين بتحديات، وقت بتحصل لهم حاجات مرعبة. انا لو كنت فيها كنت هيأس واقعد، بس they fight for survival او بيحاولوا يواجهوا المشاكل ويحاولوا يكملوا بكل الطرق، بكل ما اوتوا من قوة. فسبحان الله الاسد ده رحلته مختلفة عن الاسد ده، عشان الاسد ده طبيعة شخصيته مختلفة، وطبيعة الباجج اللي عنده او المصايب اللي هتجيله على قد التالنتس والمواهب اللي عنده. الحلو بقى في عالم الحيوان ان الحيوانات ما بتقفش في النص تقول ليه يا رب مش معنى انا. الحيوانات مستسلمة. عارفة انت لما بتستسلمي كمان مع اللي خلقك بتعيشي في كنفه، في حماه. انا بسمع الكلام، انا موافقة على اللي بتقوله، الموضوع اكبر مني، مش زي ما انا متخيلة ان انا اللي بحله. انا بقوم اعمل اللي عليا بس عشان اعمل صح، على علامة اني عملت اللي عليا، عشان دي الحاجات اللي هتحاسب عليها، مش عشان انا اللي حل المشكلة. فبتعيشي متأمنة، بتلاقي حمى سند. شكرا ان انتوا خليتوني اقول الكلام ده بصوت عالي، انه الواحد لما بيسمعه كتير بيفرق معاه، نفسه بتهدى. تقعدي مع الناس الكبيرة زمان كانوا بيقولوا لك انت محبكة قوي كده ليه؟ انت في عز المشكلة عاملة كده 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 وهي مشكلة قد كده. ليه هم هديوا بقوا يشوفوا المشاكل في حجمها من كتر اللي شافوه مرة في مرة؟ صدقوا كل مشكلة ليها اخر، كل ليلة صعبة بيطلع بعدها الصبح، وربنا بيحاسبنا على المجهود مش على النتائج. لو السلسلة دي عجباكم قولوا لي اكمل، عشان حاسة انها افورت مني اوي. هبعت
عاملة زي بتوع التنمية البشرية وانا ماليش فيها والله. ويا ريت يا جماعة السلسلة دي ما تخليكوش تفتكروا ان انا مثلا شخص هادي طول الوقت ومتزن.